السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أمودو. تصريح غريب وصادم من مدرب منتخب ليسوتو قبل مواجهة المنتخب المغربي. ولكن قبل ما نقول التفاصيل ديال هذا الخبر فنبداو بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اشنو قال مدرب ليسوتو قبل مواجهة المنتخب المغربي؟ إذا أعرب ليسلي نوتسي المدير الفني لمنتخب ليسوتو عن بالغ سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب منتخب إفريقيا الوسطى، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي ضمن الجولة الخامسة من تصفية كأس إفريقية. وعن سؤال بخصوص اللقاء مع المنتخب المغربي، فأبدى نوتسي احترامه الكبير للمنتخب المغربي ومتوقعا أن تكون المباراة صعبة للغاية ومشابهة للمباراة التي جمعت الفريقين ذهبا والتي خسرها ليسوتو في الدقائق الأخيرة. وأكد المدرب ليسوتو أن الفريق ديالو سيعمل بجد خلال الأيام المقبلة من أجل إعداد خطة متكاملة تهدف إلى إيقاف قوة المنتخب المغربي. تصريح خطير من هذا المدرب لربما سيدخل بتشكيلة وبخطة تكتيكية من أجل إيقاف قوة المنتخب المغربي. فتصريح كيبين أن هذا المدرب استعد جيدا لمباراة الأسود، لكن كيف سيدبر وليد كراكي هذه المباراة وهو يتوفر على ألمع وأجود اللاعبين العالميين في الدوريات الأوروبية؟ واش ليسوتو سيكون المنتخب السهل أم سيكون المنتخب الصعب اللي ممكن الفوز عليه كيكون صعب؟ هذا ما سنشاهده في المباراة اللي غتجمع المنتخب المغربي ومنتخب ليسوتو بالملعب الشرفي بوجدع.